السلام عليكم خوتي خواتاتي. تحياتي للجميع خوتي المغاربه. بغيت نتكلم على الموضوع اللي تكلموا عليه بزاف الناس. انا شفتو يمكن تقريبا من الاوائل اللي شافت هاد الوثائقي على الملك، على المغرب وعلى السياسه ديال الملك ديال المغرب محمد السادس. انا شفتو جاني عادي يعني عادي، ما شفتوش كامل الحقيقه. نقول الحقيقه، شفت يمكن فيه شي يمكن ربع ساعه ولا 20 دقيقه، ما كاملش 20 دقيقه. كان ما عنديش الوقت، كنت عندي شغالات ديالي وخليته من بعد غنرجع له زعما نشوفه. نزلته في عندي في الهاتف، غنرجع مازال نشوفه. مازال ما شفتو دابا، عاد ما كملتوش والله العظيم ما كملته. ولكن حيت انا شفتو قلت لكم شفتو عادي، قلت مازال عجبني نشوف هذا الوثائقي مزيان. عرفت وثائقي يعني من انجاز اجنبي، انتاج اجنبي. بغيت نعرف شنو تقال فيه، شنو شفت. بزاف الناس تما، الناس اللي معروفين عندنا في الساحه السياسيه في المغرب، ومعارضين ومؤيدين السياسه، بزاف الاشخاص والصحفيين وبزاف. قلت غنرجع مازال غنشوفو. دابا عاد دابا يمكن يومين مازال ما كملتو، مازال ما شفتوش. يمكن شفتو يمكن مع الخميس، يمكن في الليل ولا الجمعه، ما عقلتش. يمكن الخميس شفتو. دابا كنسجل الليله ديال السبت. راني دابا ماشي في السبت، راني تقريبا راني في الاحد تقريبا جوج دابا الليل وكنسجل. مازال ما كملتوش، مازال ما شفتوش. ولكن شفت الناس تكلموا عليه بزاف. قلت لكم انا شفتو برنامج عادي، برنامج دولي على السياسه ديال محمد السادس، عادي مازال غنشوفو. عارفه غيقولوا داكشي اللي كنعرف، انا مغربيه كنعرف داكشي اللي كاين، ما غاديش يقولوا شي حاجه يمكن اكثر من داكشي اللي كنعرف. ولكن ملي شفت الاخوان المغاربه تكلموا على الموضوع، عاد فهمت يعني هذا البرنامج شنو دار في الجزائر. يعني كان هما من مده هما كيتكلموا على الموضوع، هما كيقولوا راه القناه الالمانيه غدير وثائقي على محمد السادس، غتفضحوا غتعري يعني العناوين. شفت بزاف العناوين عن الاخوان في القنوات ديالهم اللي نشروهم الجزائريين في كل المواقع ديال التواصل الاجتماعي. تكلموا على هذا الموضوع. احنا المغاربه ما كناش عارفين هذا الشيء. المغاربه اللي كيتابعوا يعني عندهم نشيطين، ما كانوش عارفين الموضوع راه كاين، ما كيعرفوش. احنا المغرب كاع ما كيتكلم على هذه المواضيع. لا الصحفيين ديالنا، لا القنوات، لا ما كيتكلموش بزاف. ماشي ما كنركزوش. كاين اي حاجه كنخليو بزاف مواضيع مهمين عندنا ما كنهضروش عليهم بزاف. هما لا هما ما عندهم شي حاجه اخرى من غير المغرب. الوقت ديالهم، الامكانيات ديالهم، والطاقه ديالهم، وفلوسهم، يعني حتى الامكانيات البشريه يعني مركزه على المغرب. شنو كيتقال على المغرب، شنو كيدير المغرب، شنو فاش فشل المغرب، فاش نجح المغرب، فاش يعني هادشي اللي قابلين. وتكلموا قلت لكم على الموضوع بزاف، وشت المنشورات اللي كتبوهم اللي تكلموا عليهم. ولكن في الاخير سميتو هذا الوثائقي خرج للوجود، وما كتكلموا عليه الالمان بلي غيخرج يعني في 30 مارس غادي يخرج هذا الوثائقي. وخرج في الوقت والناس شافوه، كان العكس داكشي اللي كانوا ناويين هما. لما تبخر لهم الاحلام ديالهم وسكتوا، ما بقاوش كيتكلموا على الموضوع نهائيا. هادشي اللي كاين. احنا المغاربه، انا بعد شخصيا انا مغربيه، يمكن كاين ناس بزاف المغاربه بحالي انا بحال غير هذا الوثائقي. قلت لكم واحد الجزء من هذا الفيلم الوثائقي ولا برنامج ولا فيلم وثائقي. شفتو غير جزء، يعني ما كان حتى النص ديال الفيلم. داكشي اللي جا في داكشي اللي شفت، يعني داك الجزء اللي شفت اللي سمعته في داكشي اللي كاين محل الاراء ديال بزاف ديال الفئات المجتمع المغربي، حتى المجتمعات الاخرين في الراي ديالهم في الملك المغرب ولا السياسه ديال الملك المغرب. كاين المعارضين، كاين اللي مؤيدين، كاين اللي فاهمين شنو كاين، اللي كل واحد كيفاش كيفكر. داكشي حنا كمغاربه، انا قلت لكم كمغربيه داكشي عندي ما كيغير، ما كيزيد، ما كيدير حتى شي حاجه.
انا مغربيه عارفه شنو كاين، فاهمه السياسه ديال المغرب، فاهمه حتى السياسه ديال الملك، فاهمه السياسه ديال الحكومه ديال المغرب، عارفه الماضي ديال المغرب، عارفه الحاضر، عارفه حنا عارفين المشاكل ديالنا، حنا فاهمين شنو عندنا ناقص، شنو عندنا زايد، شنو فاش نجحنا، فاش خفقنا، فاش ما كنتستناوش شي حاجه، ما كنتفاجئوش من شي برنامج ولا شي اخبار ولا شي واحد كيتكلم على الملك ولا شي حاجه، ولا حتى واحد ولكن الاخرين لا، الاخرين شغلهم الشاغل هو المغرب، هو الملك المغرب، هو الفشل في المغرب، هو النجاح في المغرب، هو انجازات في المغرب، ولا اي حاجه مركزين حيت ما عندهم ما يدار، هما مراضين بالمغرب. الناس اللي في الجزائر مراضين، وكاين الناس الاخرين، كاين دول اخرين اللي موراهم، اللي خلاوهم يكونوا في هذا المستوى. يعني كاين الدول الاخرين تحكموا في هاد الناس اللي حكموا في الجزائر، هاد الناس اللي حكموا في الجزائر عاود تحكموا في الشعب الجزائري والناس اللي في المخيمات، ودربوهم على المستوى ديالهم، على حسب الافكار ديالهم والعقد ديالهم. احنا عندنا عادي، حتى واحد ما تفاجأ بالبرنامج، ولكن الناس عجبوهم البرنامج، كاين الناس بزاف تكلموا داكشي عادي، داكشي اللي جا في البرنامج داكشي عادي، ماشي شي حاجه، داكشي كيوضح الحقيقه. داك البرنامج اللي ما عارفش من الشعب الجزائري ولا اي واحد اخر اللي ماشي مغربي، حتى اللي مغربي ما عارفش الحقيقه غيفهم هذا البرنامج الحقيقه ديال المغرب. قالوا في الاول راه المغرب كيدير مجهود باش يوقف هذا البرنامج الوثائقي، راه كيعطي الفلوس، راه واش الناس جاوا من الالمان يديروا برنامج في المغرب، يسجلوا فيلم مع الملك المغرب، يخليهم يجيو حتى يسجلوا يمشيو، عاد يدير مجهود باش يوقفهم. الا ما باش هادشي ما يكونش من الاول. هذا الفيلم يفهم الناس الاخرين اللي ما فاهمينش، اللي كيستغفلوه من الناس الاخرين الحقيقه ديال المغرب. غنحط هاد الرابط ديال هاد القناه اللي نشرت، القناه اللي دارت هاد الفيلم، غنحطو في اول تعليق، اللي بغى يشوفو غيلقى تما، اللي ما شافوش غيشوفوه. كنقول هادشي للناس اللي ما كيعرفينش شنو كاين، ما شافوش هذا البرنامج ولا الوثائقي، يعرفوا الحقيقه ديال المغرب. حنا هكا البرنامج كيجسد الساحه السياسيه في المغرب، الوضع السياسي في المغرب، الوضع ديال المجتمع المغربي. حنا هاد الوثائقي هذاك هو الحقيقه ديالنا، فيها الناس مؤيدين، فيها الناس معارضين، فيها الناس كل واحد كيقول الراي ديالو. عندنا عادي، كاين اللي كيقول لك ما كاينش الديمقراطيه، كل واحد كيف كيشوف الديمقراطيه. الناس الاخرين كيشوفوها على حسب المصلحه ديالهم، كيشوفوها كوسيله باش يهرسوا المغرب، باش يضغطوا على المغرب. ولكن الناس اللي عقلاء، الناس اللي فاهمين، اللي كيشوفوها بطريقه اخرى. الديمقراطيه هو تعبر عن الراي ديالك، ما يكونش عندك النيه باش يعني تحطم بلادك ولا تخرج على القانون. كاين ناس بزاف عندنا يعني كيقول لك معتقلين الراي، ولا اللي كيعبروا على الراي ديالهم معتقلين، ولكن خصكم تعرفوا الحقيقه مزيان عاد تكلموا على الحقوق ولا السياسه ولا شي حاجه. راه كاين نصوص قانونيه هي اللي كتعاقب، ماشي واحد كيتكلم كيتعتقل ولا كيتحبس ولا كيتحاكم. ولا كاين الناس راهم يعني شرسين في المعارضه، ما كاين حتى واحد ما كيشدهم، حيت عارفين القانون، كيعرفوه، كيفهموا في السياسه، كيعرفوا كيفاش يتكلموا، كيطبقوا القانون في الكلام ديالهم، ما كيتعداوش الخطوط. ولكن كاين اللي ما كيفهمش. هذا الفيلم، هذا الوثائقي، هو قلت لكم حقيقه ديال المغرب. الناس الاخرين اللي ما كيعرفوش المغرب ولا مخدوعين، ولا كتوصلهم المعلومات غلطه على المغرب، السياسه ديال المغرب.
يجيبوا لي في الجزائر برنامج بحال هذا، تعطى الحريه الكامله للناس في الجزائر يتكلموا، يعبروا في برنامج على الراي ديالهم بحال هكا، الناس من كل فئات. في الجزائر كيجيو الناس غير عندهم غير قنوات في يوتيوب، كيحيدوا لهم كاميرا في المطار، ما كيخليهمش يصوروا، بس يجيو الصحفي يسجلوا البرنامج مع المعارضه، مع الحكومه، مع الصحفيين، مع الناس، مع النخبه السياسيه في البلاد. هادشي بغيت نقول، والسلام عليكم خوتي.